النجم زيزو كتب السطر الأخير في رحلته مع الزمالك ليبدأ فجر عهد جديد ملئ بالإنجازات مع بطل القرن. اتحاد الكرة يحسم مصير زيزو والوجهة المقبلة تثير الجدل. أخطر اتحاد الكرة المصري نادي الزمالك رسميا بانتهاء عقد نجمه أحمد سيد زيزو عقب نهاية مشوار الفريق في بطولة كأس مصر، خاصة بعد تصريحات الإعلامي أحمد شوبير الذي أشار إلى أن الإعلان الرسمي عن وجهة زيزو الجديدة والتي قد تكون الأهلي سيتم بعد خوض نهائي الكأس. النجم زيزو كتب السطر الأخير في رحلته مع الزمالك ليبدأ فجر عهد جديد ملئ بالإنجازات مع بطل القرن. بوسكيتس يحذر من الأهلي ويشعل أجواء مونديال الأندية 2025. قبل أيام من صافرة انطلاق كأس العالم للأندية 2025 أبدى النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس حماسه لمواجهة الأهلي في افتتاح البطولة المرتقبة بالولايات المتحدة، مؤكدا أن اللقاء لن يكون سهلا على الإطلاق. وقال لاعب وسط انتر ميامي: نواجه فريقا كبيرا مثل الأهلي صاحب الخبرة والتاريخ في البطولات القارية، وندرك تماما صعوبة المهمة. وأضاف أن خوض المباراة الافتتاحية وسط جماهير ميامي المتحمسة يمنح الفريق دفعة قوية رغم افتقاره للخبرة في مثل هذه المحافل العالمية. وتحدث بوسكيتس عن الحلم بالتأهل بعيدا، معبرا عن فخره باللعب إلى جانب الأسطورة ليونيل ميسي الذي وصفه باللاعب الاستثنائي. الأهلي سيبدأ مشواره القوي في مجموعة نارية تضم بورتو بالميراس وإنتر ميامي، والمواجهة الأولى أمام بوسكيتس ورفاقه قد تكون بداية لملحمة كروية لا تنس. أوستاكيو: الأهلي هو التحدي الأكبر في مونديال الأندية. وصف ستيفن أوستاكيو نجم بورتو البرتغالي الأهلي بأنه أصعب خصوم فريقه في كأس العالم للأندية. أوستاكيو وأكد أن بورتو يطمح للتأهل وتقديم أداء قوي رغم صعوبة المجموعة، معتبرا أن المنافسة في البطولة لا تقل عن دوري الأبطال. والسلام عليكم.